هاي بنات، السلام عليكم. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حنسوي ماسك ترطيب عميق للشعر. حنحتاج التمر الهندي او بعضهم يقولوا الحمر الهندي، ونحتاج عسل. العسل طبعا هذا مكونين اساسيين اللي حنحتاجه ان شاء الله اليوم في هذا الماسك. تعرف فوائد العسل للترطيب وترميم الشعر. فإن شاء الله اليوم هذا الفيديو للترطيب العميق للشعر إن شاء الله. نحتاج هذه المكونين الأساسيين إن شاء الله، ويلا نبدأ. الحين أقول لكم عن طريقة الاستخدام. طبعا هذا هو التمر هذا قصدي الحمر الهندي، هو اللي يبيعوه في البقالة في عطار في أي محل ممكن تلقيه. وعسل، ملاعقتين عسل أو 3 ملاعق عسل على حسب طول شعرك. حتجيبي كده تحطي فيه تقريبا كوب واحد موية، فتن تقريبا كده كوب واحد موية، وحطيت هذه الكمية وضفت عليه العسل. الحين حغليه على النار لين ما احس التمر الحمر الهندي، احنا نقوله التمر، صار لين معاكي كده، نطلع كل المواد اللي فيه، يعني صار لين والحمر جاء على الموية كده واتلخبط. الحين تشوفي ان شاء الله كيف. طبعا هذا بعد ما غلي تقريبا نص ساعة او كم دقيقة كده، انا طفيته وخليته يهدأ يبرد. جبت صفاية وصفيته واخدت الموية بس عشان لا يصير عندنا كتل وتعلق في الشعر وتصعب ان نطلعها. فصفيتها واخدت اللي احتاجه. هنا هحطه في قارورة عشان اقدر استخدمه في شعري. بس كده. هنا صفيته، بعدين جبت المطارة احطه في المطارة، احطه في هذه القارورة كده الموية قد مصحها. ما عندي موزع للشعر اللي ينباع، ان شاء الله حطلب ان شاء الله من قريب. احطه في هذه المطارة واحطه في شعري، واحاول اخليه يجي على فروة الشعر وعلى الشعر كله، واضفر شعري واخليه 2 أو 3 ساعات. هنا شعري طبعا ناشف مرة، ما صورت لكم النتيجة بعد عشان كنت مشغولة ومستعجلة. هنا فرقت شعري 4 وحطيت كل جهة احط لها واضفرها وبس. وان شاء الله عجبكم المقطع، لا تنسوا اللايكات والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل شيء جديد.